السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمرك سألت نفسك مين هم العرب؟ ومن أين جاء العرب؟ وإيه أقسام العرب؟ أنا أحمد قرطام، وده ملخص تاريخ. وفي حلقتنا النهاردة هنلخص تاريخ العرب، والبداية من عند سيدنا نوح. سيدنا نوح عليه السلام خلف 4 أبناء: كنعان ويافس وحام وسام. كنعان مات في الطوفان لأنه مركبش في السفينة مع سيدنا نوح، والقصة كلنا عارفينها ومذكورة في القرآن الكريم. وبكده يتبقى 3 أبناء عند سيدنا نوح، هما يافس وحام وسام. يافس اللي جات منه الشعوب الأوروبية، وحام اللي جات منه الشعوب الأفريقية، وسام هو اللي جات منه الشعوب السامية، ومنهم الآشوريين والعبرانيين والعرب. وكده احنا عرفنا ان العرب من أبناء سام ابن سيدنا نوح عليه السلام. أقسام العرب عندي 3 أقسام للعرب. أول قسم عندي العرب البائدة، تاني قسم العرب العاربة أو القحطانيين، القسم الثالث العرب المستعربة. حام وسام كانوا ساكنين في بابل. جه أولاد الاتنين اختلفوا وحصل بينهم صراعات، وبعدين جه أبناء سام رحلوا وسكنوا في الجزيرة العربية. واللي ما يعرفش الجزيرة العربية هي دول الخليج، منهم العديد من القبائل ومنها عاد وثمود وجرهم الأولى والعماليق. عاد وثمود ذكروا في القرآن الكريم، ونتيجة البراكين والعوامل الطبيعية والعذاب والغضب اللي نزل عليهم من الله عز وجل على قوم عاد وثمود انتهوا جميعا إلا نسبة بسيطة جدا، وكانت من نسل سيدنا هود عليه السلام. هما اللي استمروا. وسيدنا هود عليه السلام خلف قحطان اللي كان في اليمن، وقحطان خلف يعرب اللي بيتنسب إليه العرب، ويعرب خلف ابنه أجوب، وأجوب خلف سبأ اللي منه جه قوم سبأ، ومنهم الملكة بلقيس واللي كانت ليها قصة مشهورة مع سيدنا سليمان عليه السلام وذكرت في القرآن الكريم، وهنعمل فيديو عنها بالتفصيل. وبكده ظهر القسم الثاني من العرب اللي هم العرب العاربة أو القحطانيين. والعرب العاربة عاشوا فترة من الرفاهية وبنوا سد كبير وسموه سد يأرب، وبعد كده يقعوا في الضلال وربنا يعاقبهم وينزل سيل العرم، وبالتالي يتهد السد ويتدمر. ففي ناس كتير ماتت وقبائل بدأت تهاجر وترحل من المكان اللي هم عايشين فيه، زي قبيلة جرهم الثانية، ودي رحلت وبدأت تبحث عن مكان تعيش فيه ويكون فيه مية. أهم حاجة في الوقت ده المية. وفي الوقت ده يسيب سيدنا إبراهيم عليه السلام السيدة هاجر وابنها الرضيع سيدنا إسماعيل عليه السلام من غير أي حاجة في واد غير ذي زرع، اللي هو مكة حاليا، وربنا ينعم عليها بالماء وهو ماء زمزم. المهم وصلت ليها قبيلة جرهم الثانية اللي كانت بتبحث عن مكان فيه مياه، ويوصلوا للمكان اللي فيه السيدة هاجر ويستأذنوها انهم يأخذوا من الماء. وده بيبين حاجة مهمة جدا، وهي الأصل والأخلاق عند العرب، لأنهم ببساطة كانوا ممكن ياخدوا المية بدون أي استئذان، وخصوصا إن هي واحدة امرأة لوحدها ومعها طفلها الرضيع. ويكبر سيدنا إسماعيل عليه السلام ويتعلم الفروسية واللغة العربية من قبيلة جرهم، ويتجوز منهم ويخلف 12 ابن، ومنهم ابنه عدنان. وهنا يظهر النوع الثالث وهم العرب المستعربة، وهم موجودين لحد دلوقتي. طيب يعني ايه عرب؟ كلمة عرب بتطلق على الناس اللي بيسكنوا في البادية او الصحراء، وايضا بيشار بيها للارض الصحراء اللي ما فيهاش مية. واول مرة يذكر فيها كلمة عرب او يشار ليهم كانت في النصوص الآشورية في القرن التاسع قبل الميلاد، وكمان ظهرت في ممالك عربية زي مملكة لحيان في القرن الرابع قبل الميلاد، ومملكة كندا في القرن الثاني قبل الميلاد. وبكده تكون عرفت تاريخ العرب، علشان لو حد سألك تعرف تجاوب وتعرف تتكلم في الموضوع بأريحية. ما تنساش تكتب لنا في التعليقات رأيك في الفيديو، وإيه اللي ناقص الفيديو، وإيه اللي ممكن نضيفه وممكن نطوره بعد كده. وإن شاء الله هنعمل حلقة نوضح فيها علاقة المصريين بالعرب. واكتب لنا أيضا في التعليقات إيه المواضيع اللي حابب نتكلم فيها بعد كده. وما تنساش تسجل إعجابك بالقناة وتفعل زر الجرس،
وتشارك مع أصدقائك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.